ينفعش اكعبل اللي جنبي او الوثه لمجرد ان انا اصنع نجاحا. انا عايز اشوفك انت هتقول ايه. انما نقعد نتكلم على حكايه البرنامج، وفين البرنامج السيسي؟ السيسي ما قدمش برنامج بصراحه. لا النخبه ولا المثقفين هيقروا برنامج، عشان ما نضحكش على بعض. انت بتوصل لام محمد ولام علي وللناس البسطاء على طريق الشاشه، مش كمان بقول مؤتمرات بتاع، بتوصل عن طريق الشاشه. قول لي انت ترى المرحله القادمه ازاي؟ ايه فكرك؟ ايه اتجاهك؟ ايه رؤيتك؟ هتعمل ايه في كذا وكذا وكذا وكذا؟ مجرد انك قلت لي ده هيوصلني اسرع. انما التفاصيل دي مش ممكن، ولا اي حد عبقري هيقعد يعمل تفاصيل، لان مش واحد. الناس فاهمه ان حمدين صباحي قاعد كده عمل برنامج، او سيسي قاعد عمل برنامج. لا، انا اسمع. وبعدين احنا مش عايزين نختار بعاطفتنا يا استاذ معتز، احنا عايزين نختار بقى بعقلنا. من الذي لديه القدرة لتنفيذ ما يقول؟ ما انا اقدر اقول لك احلام الدنيا، اقدر اقول لك برنامج دلوقتي على الهوا اعطلك معايا نص ساعه اقول لك برنامج عبقري لمصر وهتبقى فرحان بيه قوي، ويظهر ان اذاننا برضه بتحب تسمع الاحلام. وبعد ما يجي المرشح اللي يبقى رئيس يقول له تعالى عملت ايه بعد شهر؟ يطلع على البرنامج النهار. يطلع عليه النور فيسيح. ايوه. فانا مع الاتزان، مع شرح الموقف. يعني انا اقول ان حمله السيسي، المشير السيسي لما بيتكلم بيقول لي فين الضلمه وفين النور. يقول لي ايه موقفنا النهارده. يعني ما ينفعش التعاقد دايما يقول لك ايه، طيب هتعمل ايه في كذا للمرشح سواء حمدين او السيسي، طب وهتعمل ايه في كذا وهتعمل ايه في كذا وهتعمل ايه في كذا. مفيش حاجه فيهم احنا هنعمل ايه. ما احنا علينا مسؤوليه.